عائله تركيه كلات لي زويت وماتت، البلاد كلها تقلبات، ولكن البوليس فاش قلبوا لقاو واحد الحاجه ما عندها علاقه بالماكله. غير عاد واحد العائله تركيه عايشه في المانيا مشات دوز العطله في تركيا. كاين راجل والمراه وجوج الوليدات ياخذوا واحد لوطيل واعر سميتو هاربور سويت، جا في منطقه فاتح التاريخيه. في الاول كلشي دايز مزيان، تيخرجوا ضاحكين ناشطين وتيرجعوا للوطيل ديالهم. واحد النهار غادي يقرروا يخرجوا مع العائله ياكلوا في واحد المنطقه سميتها ارتاكوي، معروفه بالريستورويات والماكله ديال الشارع. المهم بداو بواحد الكومبير تجي بحال بواحد البطاطا في الفران ومخلطه بالخضره واللحم ايتترا وتتعمر فيها باللي بغيتي، وكملوها بلي زويت. خافي كلاو ودوزوا وقيته زوينه، غادي يدخلوا لوطيل مره اخرى. ساعات من بعد الوليدات ديالهم يبداو يتشكاو بان كرشهم كضرهم، ما قادرينش يتنفسوا. دقائق من بعد امهم شداتها نفس الحاله، من بعد باهم. العائله كلها ولات مريضه بنفس الاعراض. غادي يشدوا طاكسي غادي يمشيو للمستشفى، على ما يدخلوهم لي زورجونس يديروا لهم تحاليل. الوليدات غادي يموتوا، من بعد تبعاتهم امهم. 4 ايام من بعد يموت باهم. الدنيا غادي تقربل في تركيا. البوليس غادي يبداو التقلاب في الريستورويات فين كلاو العائله، غادي يمشيو غادي يديروا التحريات ديالهم مع الناس اللي كلاو تما، ويقلبوا البطاطا واش كانت خاسره ولا لي زويت اللي كانوا خاسرين. ولكن البوليس غيتصدموا فاش غادي يلقاو كلشي ناضي. غادي يبعدوا الفرضيه ديال الماكله، من بعد يمشيو للوطيل اللي كانوا كارين فيه العائله، وتما الصدمه الكبرى. لقاو في داك الوطيل بانه كانوا فيه شي حشرات، وباش يقتلوهم جابوا واحد الفرقه غير مرخصه باش ترش المبيدات. وهاد الدواء فيه واحد الماده تقدر تقتل حتى البشر، سميتها فوسفيد الالومنيوم. وهاد الفوسفيد الالومنيوم الا مشى شمو البشر تيسالي معاه، كنتي كبير ولا صغير يهبطك دوده. البوليس قالوا صافي هذا هو المشكل، وغادي يقرقبوا على 13 واحد. دابا تيتسناو غير لوطوبسي شنو غادي تقول. الا كونفيرمات بان هذاك هو المشكل، هاد 13 واحد غادي يخلصوها غاليه. اللي بغى يشوف فيديوهات حقيقيه وحصريه على هاد العائله راه خليته لكم في البايو. تا شتموا المغاربه.